مشاهدينا متابعينا الاعزاء، مستمرين ومتواصلين معكم عبر المركز الاعلامي لاكاديميه نور في تغطيتنا لمجريات بطوله اكاديميه نور. في هذه اللحظات يقف الى جانبي الاعلامي الرياضي المخضرم الاستاذ منار ابو شاهين. سعداء كثيرا بتواجدك، شاكرين لك اتاحه هذه الفرصه. تواجدك اليوم مميز في بطوله اكاديميه نور، حدثنا اكثر عن ما رايته وعن ما شاهدته. والله أنا سعيد أول شيء بتواجدي، هذه المرة الأولى اللي أنا أتواجد فيها. أعتقد أنها فاتتني الفرصة الكبيرة في المباراة الافتتاحية بكل أمانة، لكن الواحد حب يعوض هذه الفرصة بتواجدي في مباراة اليوم. في بعض الأحيان عندنا انطباع مثلا عن بطولات الأحياء أو بطولات الحواري مثلا ما فيها القيمة الفنية الكبيرة اللي بنشوفها بعض المباريات في الدوريات مهما كان الدوري السعودي أو الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية. لكن اللي شفناه اليوم بأمانة في رتم، في عمل، في لياقة، في ضغط عالي، في أمور فنية، في أمور تكتيكية، في ترتيب وتنظيم داخل الملعب. يعني بواضح يمكن أنا حضرت تقريبا ما يقارب 25 دقيقة من الشوط الأول. ما جلست على الكرسي وأنا مالي، لا، مستمتع ترى بكل لحظة، مستمتع بكل دقيقة، مستمتع بكل تمريرة. شفنا النتيجة 1-1، شفنا الأهداف صداها في المدرج، شايف أنت الجمهور ما شاء الله تبارك الله، طبعا التفاعل جميل للجمهور. فأعتقد أنه بأمانة مكة محظوظة بالملعب، مكة محظوظة بالبطولة، مكة محظوظة بالمباريات، مكة محظوظة بهذا الجمهور. وأدعو أي شخص مش في مكة، حتى في خارج مكة من جدة أو أي محافظات أو مدن خارج مكة، بأنهم يحضروا هذه البطولة، لأنه بأمانة الأجواء جدا ممتع. وما شاء الله جمهور مكة جدة والطائف هذه الجماهير دائما متواجد مدرجة وتعطي حيوية وتعطي صخب للمدرج. فبصراحة أنا استمتعت، وأعتقد أني على موعد مع متعة أكثر في الشوط الثاني، لأنه النتيجة 1-1. حتشوف الأمور الفنية أفضل، ما في فريق تحس أنه رتمه الفني أعلى من فريق، لا، فريقين متساويين متوازين في الأداء الفني. كذلك تواجد الأسطورة الكبيرة كابتن محمد نور، شفنا كابتن محمد سالم، شفنا بعض اللاعبين الموجودين يمكن كانوا في أندية فترات سابقة. فهذا الأمر يعطي أنه جودة فنية داخل أرضية الملعب. والبطولات هذه تعطينا كمان شيء، انه في مواهب كرويه ترى موجوده في الاحياء، موجوده في الحواري. هذه المواهب بامانه لو عمل تركيز كبير عليها ترى ممكن نستفيد بشكل كبير. لكن من ناحيتي انا كمحلل رياضي واشاهد دائما مباريات، بامانه استمتعت الشوط الاول، متعه حقيقيه، وان شاء الله الشوط الثاني نستمتع واي فريق يفوز. اهم شيء ان نشوف متعه كرويه داخل الملعب. الاعلامي الرياضي المخضرم الاستاذ منار ابو شاهين، سعداء كثيرا بتواجدك، شاكرين لك اتاحه الفرصه. اترك لك المجال للتعبير عما يجول في خاطرك وتنهي اللقاء. شكرا لك، سعيد فيك، كذلك سعيد بالاجواء داخل الملعب، سعيد يعني تتكلم انت على احنا نعتبر وسط اسبوع، احنا اربعاء وسط اسبوع. شوف هذا الصخب وهذا الكم الكبير مثلا من الجمهور المتواجد. او باذن الله الفتره القادمه حكون حريص على متابعه مجريات المباريات في الاوقات القادمه، واكيد ان شاء الله ما حتفوتني. والشوط الثاني خلاص قرب، موعد مع ان شاء الله متعه والاثاره. الله يعطيك العافيه، شكرا لك، الله يسعدك.